مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية التي أستهلها بالعناوين. تقييم حملة الطلاب التنموية الصيفية. جهود لحماية الآثار في شمال البحر الأحمر. تطور رعاية الأمومة والطفولة في قال نفحي. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 31 قتيلا. الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن واحد من قحوتة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض واحد في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,188 شفي منهم 10,082 وتوفي 103، فيما يتلقى 3 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 28 من أكتوبر 2022. أعلنت وزارة التعليم تنفيذ مهام فاعلة في حملة الطلاب التنموية الصيفية هذه السنة، التي شارك فيها حوالي 23 ألف طالب من 82 مدرسة ثانوية. أوضحت الوزارة في التقييم الذي أجرته في 28 من أكتوبر بحضور أقسام الوزارة والجهات المعنية تنفيذ 84% من البرنامج الموضوع لشتل 600 ألف شجرة في الحملة التي جرت للمرة 24 من 7 من يوليو وحتى 15 من أغسطس في 142 نقطة عمل. وذكر التقييم القيام ببناء 828 من المدرجات الحوضية وأكثر من 22 ألف متر من الحواجز المائية، وصيانة 236 كيلومترا من المدرجات و2000 متر مكعب من الحواجز المائية، إلى جانب العمل في إعداد الحفر للتشجير ورعاية الأشجار وصيانة الطرق الترابية وإصحاح البيئة وصيانة الأثاثات المنزلية والسلامة المرورية. وقال مسؤول مكتب حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد فتوي والدغرجيس لوكالة الأنباء الإريترية أن التقييم تناول التنظيم والتنفيذ والنتائج العامة وبحث تنفيذ البرامج المستقبلية. وأوضح المدير العام لقسم البحوث وتنمية القدرات البشرية السيد بطرس هيلماريام أن برامج عمل حملة الطلاب التنموية الصيفية جزء من الحملة الوطنية الخضراء، وهي عامل هام في تحسين حياة المواطنين ورفع الإنتاج الزراعي. وطالب الاجتماع لتوفير أدوات العمل في المدارس وتجهيز شتول الأشجار المستوطنة وحمايتها وتنفيذ مستمر للبرنامج دون انتظار موسم الأمطار، وتقديم تقرير شفاف عن البرامج المنفذة سنويا، والاهتمام بقضية المواصلات وضعا في الاعتبار المناطق التي تجري فيها الحملة. أوضح مكتب مفوضية الثقافة والرياضة في إقليم شمال البحر الأحمر إن الآثار التي يعثر عليها تعكس الوعي المتنامي، ويجب تعزيز دور المواطنين للحفاظ عليها. وأوضح أعضاء المكتب إن الآثار التي يعثر عليها هي نتيجة للمعلومات المستقاة من المواطنين، مشيرين كمثال للرسومات في الصخور وأثر قدم الإنسان والفخاريات التي عثر عليها مؤخرا في نقفة وأفعبت. وقالوا بالرغم من أن الآثار المكتشفة تحتاج إلى دراسات معمقة، فإنها تشير إلى أن المنطقة شهدت مختلف الحضارات. وأوضح مسؤول الثقافة في المكتب السيد يوهانس جبريسوس العثور على 146 أثر تاريخي في السنوات ال5 الماضية من خلال معلومات قدمها الشعب، وتجري الدراسات بالتعاون مع الشركاء على الآثار المكتشفة في نقفة وأفعبت. ودعا للقيام بالتنسيق في الأنشطة الزراعية والبنى التحتية وغيرها التي تنفذ لحماية الآثار ونقلها للأجيال. وذكر المواطنون بأن الآثار التي عثروا عليها تم تسليمها للمتحف.
أعلن مسؤول الخدمات الصحية في مديرية قلعة نفحي في الإقليم الأوسط أن تطعيم الحوامل بلغ نسبة تجاوزت 80%. وأوضح الممرض مسجون يوهنس إجراء تحاليل مجانية لفيروس HIV في الحوامل، المراجعات للمؤسسات الصحية، وتطعيم الأطفال دون سن الخامسة ب13 نوعا من التطعيم. وأشار إلى القيام بأنشطة إصحاح البيئة لمكافحة الأمراض المعدية والتوعية المستمرة بالأمراض المعدية وغير المعدية. وذكر تأهيل الممرضين الجوالين لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين الرحل في المنحدرات الشرقية. هذا ويوجد في مديرية قلعة نفحي مركزين صحيين و4 عيادات. قدمت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب قروض لأعضائها في مديرية دكم حرة بمعدل 40 ألف نقفة لكل منهم، حيث قدم المبلغ فرع الجمعية في بريطانيا من خلال دعم بلغ 50 ألف جنيه. وأوضح مسؤول التأهيل والتنسيق في الجمعية السيد إبراهام كفلسيون في مراسم تسليم القروض إن القروض قدمت للأعضاء الذين لديهم خبرات في الزراعة وتربية الأبقار، وسيتم إعادتها في غضون 3 سنوات حسب قوانين الجمعية. وذكر مسؤول الجمعية في الإقليم الجنوبي سيد والدزجي تيدروس إن برنامج القروض خصص لشراء أبقار الألبان. ودعا نائب رئيس جمعية معاقي الحرب السيد فسهي تسفى ميكائيل متلقي القروض للعمل الجاد لإنجاح البرنامج والاعتماد على الذات وإعادة القرض في الوقت المحدد. وأشاد متلقي القروض بالفرصة التي أتاحتها الجمعية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي في أحدث عملية إطلاق صاروخية تجريها بيونغ يانغ، في وقت حذرت سيول من أن كيم جونغ أون قد يكون على وشك إجراء تجربة نووية أخرى. وتأتي عمليتا الإطلاق الصاروخيتان في أعقاب استكمال كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمارين عسكرية برمائية بحرية مشتركة استمرت 12 يوما، وقبل أيام معدودة على بدء تدريبات جوية مشتركة بمشاركة أكثر من 200 طائرة مقاتلة أمريكية وكورية جنوبية. هذه التمارين تثير غضب بيونغ يانغ التي تعتبرها تدريبات على غزو، وبررت مرارا تجاربها الصاروخية بوصفها تدابير مضادة ضرورية لما تعتبره عدوانا أمريكيا. ومع توقف المحادثات لفترة طويلة أصبحت العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع إعلان كيم جونغ أون الشهر الماضي أن وضع بيونغ يانغ كقوة نووية لا رجعة فيه، ما أدى إلى إنهاء المفاوضات بشأن برامج الأسلحة المحظورة. ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاقات التربة والفيضانات التي اجتاحت مناطق في الفلبين ليلا إلى 31 قتيلا على ما أعلن مسؤول محلي. واجتاحت مياه الفيضانات الممزوجة بالأوحال والركام بلدات ومدن عدة في جزيرة مندناو الواقعة جنوبا، بعد ساعات على تساقط أمطار غزيرة ترافقت مع العاصفة الاستوائية نالجي، على ما أعلن مسؤول الدفاع المدني في المنطقة نجيب سيناريمبو. وعثر عناصر الإنقاذ على 16 جثة في داتو أودين، وعلى 10 جثث في داتو بلا، و5 جثث في بلدة أوبي حسب ما صرح لصحفيين. توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن قانون يحظر فعليا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من عام 2035 بهدف تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ. واتفق المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035،
مما يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في التكتل الذي يضم 27 دولة. وتضمن الاتفاق أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 55% بالنسبة للسيارات الجديدة المباعة بداية من عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما يزيد كثيرا على الهدف الحالي المتمثل في خفض انبعاثات بنسبة 37 و15% بحلول ذلك الوقت. ويمثل القانون الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لأول مرة العام الماضي ركيزة أساسية في حزمة أوسع من تدابير الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف الاتحاد لمكافحة تغير المناخ. تعيش فرنسا منذ عدة أيام موجة حر استثنائية، وشهدت البلاد موجات حر بالسنوات الماضية في مثل هذا التوقيت، إلا أنها لم تتعدى 4 أيام، فيما امتدت الموجة الحالية إلى نحو 18 يوما، إضافة إلى احتمال تكرارها في المستقبل. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من استمرار موجة الحر الاستثنائية التي تضرب فرنسا، والتي تتوقع أن تصل إلى 30 درجة مئوية كحد أقصى في الجنوب الغربي. ختاما لنشرة الأخبار، هذا تذكير بالعناوين. تقييم حملة الطلاب التنموية الصيفية. جهود لحماية الآثار في شمال البحر الأحمر. تطور رعاية الأمومة والطفولة في قال نفحي. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 31 قتيلا. الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.